لكن قصة خولة ليست حالة فردية، بل مرآة لمأساة آلاف السكان في المغرب. في المغرب هناك مدن تتطور بسرعة، وهناك مناطق تتوقف الحياة فيها عند حدود الانتظار، ويصبح أبسط حق من حقوق الإنسان في الصحة والحياة الكريمة حلما بعيد المنام. في مدينة وزان أكثر من 270 ألف نسمة يعيشون في واقع صحي صعب، محرومين من التخصصات الطبية، من الإمكانيات ومن أبسط أساليب العناية الصحية التي أصبحت حقوقا طبيعية في مدن كبرى. رحيل خولة يسلط الضوء على غياب إدارة سياسية حقيقية واستمرار سياسة التقطير في توفير الخدمات الصحية، وكأن حياة الإنسان مجرد رقم على ورق يحصى وينسى. لكن خولة أصبحت رمزا شاهدة على نزيف الصمت والتهميش، وعلى إصرار المسؤولين على تجاهل المعاناة المستمرة لأهالي هذه البقعة المنسية من وطننا.